في بطولة أفريقيا الأخيرة محمد صلاح لما اتصاب ومحدش كان عارف إيه هي الإصابة الحقيقية لمحمد صلاح. طلع كلام واتقال إن صلاح هيسافر ليفربول علشان يكمل علاج هناك، ويا لحق يا ملحقش بقى البطولة لو إحنا كملنا قبل النهائي والنهائي. ساعتها كابتن حسام حسن طلع مع كابتن مهيب عبد الهادي في برنامج ABC مصر تقريبا، وقال: انا لو مدرب مستحيل اسيب صلاح يمشي من المعسكر، ولو حتى صلاح اصابته هتخليه ما يلعبش البطوله خالص بقى البطوله، انا هفضل اخليه موجود ده كابتن الفريق، ويكون ليه دور تشجيعي او مؤثر في الغرف المغلقه، عشان ما نكملش سنه وكام شهر يجي موقف او ما يجيش موقف. هو صلاح مش فيه اصابه، ولكن صلاح لا يفضل اللعب على النجيل في ملاعب افريقيا، ففضل ان هو يستريح عشان يطلع بنفسه. كابتن حسام حسن هو اللي بنفسه اللي بيطلع بيقول ان محمد صلاح مستبعد عن مباراة موريتانيا في موريتانيا للراحة وبسبب النجيل الصناعي. هو مفيش تعليق مفيش تعليق، واحنا مش هنعلق ولا هنقعد نتريق ولا هنقعد نتكلم ولا بوم ولا قص جبهات ولا كلام الهبل ده كله، ولكن احنا بنوريك المواطن المصري العقلية ازاي بيوصل له بره الكرسي حاجة وجوه الكرسي حاجة. وفي ناس يقول لك لا، هو غصب عنه، هو محمد صلاح كده كده سواء بمزاج كابتن حسام او من غير مزاج كابتن حسام ما كانش يلعب كده كده، وكابتن محمد صلاح ليه اليد العليا في بعض المواقف. والله انا مبقاش فارق معايا قوي الحاجات دي. غير كمان ضايقني جدا او مش ضايقني، هو بس يعني ايه، لقطة ما كانتش حلوة، وكان محمد صلاح طالع من الملعب وتحس إن مفيش ود أو لطف بينه وبين كابتن حسام حسن، حتى بيسمعوا على بعض. فمحمد صلاح كان مودي وشه الناحية التانية أصلا. ولكن ده يطرح سؤال تاني: هو مش الأولى دلوقتي أصلا اللي استريح عن ماتش موريتانيا هو عمر مرموش من محمد صلاح؟ وهنتكلم بقى عن الأهمية حاليا. عمر مرموش هو لاعب بيعمل مجهود كبير جدا في منتخب مصر بالنسبة لمراكزه، لمراكزه. محمد صلاح ما بيدافعش. محمد صلاح عبارة عن المحطة اللي بتنقل الفريق الناحية التانية، سواء اللعب الباص الطولي أو يشد الملعب عنده عشان تريزيجيه أو مرموش يلعبوا الناحية التانية. غير مرموش عنده منافسة شرسة جدا في الدوري الألماني، هو هداف في الدوري الألماني وينافس الآن على صدارة الدوري، وهو المركز الثالث أو الرابع تقريبا. فهل مش من باب أولى بقى نفتح مرموش؟ طبعا أنا بتريق إن هو إيه بقى، مش كل واحد عنده فترة مهمة يمشي، ولكن لو هنتكلم بقى أو لا، مرموش بيعمل مجهود كبير. طب إيه إحساس لعيبة منتخب مصر المحلية وهي شايفة كل الكلام ده؟ شايفة وبتسمع كلام محمد صلاح مش عاوز يروح هنا، مش عاوز يلعب هنا، يلعب ماتش ولا يلعب ماتش. ايه، ولا دول مش بني ادمين مش بيحسوا، ولا دول مش تبعنا مش مهم؟ دول كده كده مدفونين جوه في مصر. وبعدين الكورة المصرية يعني عندنا كورة، لكن دول محترفين لازم نحافظ عليهم، دول الواجهة المشرفة لينا، دول الصورة الجميلة لينا. طول ما احنا ما عندناش أسس ومبادئ وقواعد لمنتخب مصر العادي الهادي اللي مش محتاج تعمل كل القلق ده كله أصلا، انت مش هتنجح، ونجاحك هيبقى نجاح مؤقت. وانا مش بتكلم على كابتن حسام، لا، انا بتكلم على المنظومه الرياضيه في مصر. انت مش هتنجح. كابتن حسام بيحاول يعمل حاجه، سواء اختلفنا معاه او اتوافقنا معاه، هو بيحاول يعمل حاجه. هو الراجل كان بقاله سنين هيموت ويمسك منتخب مصر، ومسك منتخب مصر، وبيحاول يعمل اي حاجه على قد على قدر المستطاع ليه هو. احنا هننتقد عادي اسلوب لعبه وطريقته والكلام ده، ولكن ده ملهاش علاقة تماما بان هو عاوز ينجح. مفيش مدرب مش عاوز ينجح. بعض التصريحات اللي كانت بيطلعها كابتن حسام احنا بنطلع ننتقدها، يعني التصريحات ما ينفعش تطلع من كابتن منتخب مصر واسطورة من اساطير اللعبة اصلا في مصر وافريقيا. المفروض ان انت اكبر من كده، اكبر من انك تطلع تشتكي من الجماهير. لا، الجماهير ماشي حقك بصراحة، ولكن في ظل هذه الظروف الغير طبيعية بالنسبة للمصاريف. انا مش هروح ادفع تذكرة استاد 100 جنيه، غير مواصلاتي 50 60 جنيه، غير اكلي وشربي. يعني ما ادفعش انا 200 250 جنيه اكل وشرب عشان اتفرج على ماتش منتخب مصر اللي هو اصلا مش ممتعني. ده انا مبقتش اعملها اصلا ماتشات الاهلي او الزمالكاوي، مبقاش يعملها ماتشات الزمالك. فانا مش هاجي اعملها منتخب مصر، ايه المشاكل؟ فالجماهير دي انت كده كده مالكش دعوه بيها يا كابتن حسام. انت ما حدش هيقول لك لا، او ليه بتقول كده. ولكن
دايما احساس المؤامره اللي كنا بنتكلم عليها كانت بتبقى بتضايق الواحد جدا. ولكن احنا بقى ما نزعلش بقى، يعني لو كان في مؤامره عليها يا كابتن حسام ما نزعلش. ما نزعلش لان احنا قدام عينينا، مالناش علاقه بالغرف المغلقه. قدام عينينا انت بنفسك طالع شبه مستسلم، شبه بتقول محمد صلاح مش هيلعب مع مصر ضد موريتانيا في موريتانيا عشان نجس صناعي وخايفين عليه وعلى رجليه وكده، وهو راجل بيلعب في مستوى عالي فخايفين على صحته. طب مرموش يولع، تريزيجيه مش مهم. طب اللعيبه المصريه كده هتروح تموت نفسها في موريتانيا ليه؟ هيلعبوا قد الماتش. صح ولا مش صح؟ كلام كلام عبثي، عبثي جدا. ولكن ان شاء الله خير، وان شاء الله الامور تصلح وتكون احسن وافضل 100 مره ان شاء الله. بعد كده طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.